بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. والمحاضرة رقم 36 من سلسلة محاضرات علوم المحاسبة and Accounting Sciences. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيبقى الجزء الختامي في موضوع المحاسبة في المنشآت الصناعية and Accounting in an Industrial facilities أو المنشآت الصناعية. حلقتنا النهاردة هتكون مهمة جدا، لأنها ستجمع كل ما درسناه في المحاسبة في المنشآت الصناعية. النهاردة هنشرح حساب التشغيل في ظل نظام الجرد الدوري. طبعا احنا لسه هنتكلم عن الجرد الدوري والجرد المستمر، ده موضوع حلقة او محاضرة قادمة بإذن الله ان شاء الله، لكن تعرضنا له النهاردة في ظل المحاسبة في المنشآت الصناعية. لكن ده من ضمن الموضوعات القادمة ان شاء الله في محاضراتنا، ان احنا هناخد المخزون والعجز في المخزون، وهناخد كمان الفرق بين المعالجة المحاسبية في ظل نظام الجرد الدوري، وطبعا في ظل نظام الجرد المستمر. النهاردة هناخد حساب التشغيل زي ما قلت لحضراتكم في نظام الجرد الدوري، وحساب التشغيل في ظل نظام الجرد المستمر، حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر، المعالجة المحاسبية في السنة الأولى والثانية، والقيود المحاسبية لنظام أوامر المواد. قبل ما نبدأ أحب أعرف حضراتكم زي ما قلت قبل كده إن المنشأة الصناعية بتختلف عن المنشآت التجارية والخدمية، لأن المنشأة الصناعية لا تشتري السلعة جاهزة، وإنما بتقوم بتصنيعها. ولذلك فإن عناصر التكلفة الأساسية بتكون هي المواد المباشرة الدايركت رو ماتيريالز، والأجور المباشرة اللي هي الدايركت ويدجز، والمصروفات الصناعية غير المباشرة اللي هي الاندايركت طبعا industrial expenses. ومن خلال هذه العناصر نستطيع تحديد تكلفة الإنتاج التام بالثلاث طبعا سبستانسز دول بتوع الكوست. نقدر ان احنا طبعا ديتكت او نقدر ان احنا get the finished او complete production during the year، تحديد تكلفة الانتاج التام خلال العام. تمام يا جماعة؟ نيجي بقى نشوف شرح المثال اللي امام حضراتكم. ده كان المثال اللي تعرضنا له في المحاضرة السابقة، من اللي هي كانت المحاضرة الثانية من محاضرات المحاسبة في المنشآت الصناعية. هنعمل المثال ده في تحت نظام الجرد الدوري. يبقى ده هنشوف المثال ده في ظل نظام الجرد الدوري اللي هو اسمه البريودك انفنتوري. تمام، اللي هو الجرد الدوري، البريودك انفنتوري سيستم اللي هو نظام الجرد الدوري. كما هو موضح امامنا في الشاشة، لدينا البيانات التالية: مشتريات مواد مباشرة ب 4150 جنيه، 4150 دي دايركت ماتيريال purchases، دايركت ماتيريال purchases ب 4150. أجور مباشرة ب 1400 جنيه اللي هي 1400 دي الدايركت ويدجز. مصروفات صناعية غير مباشرة ب 300 جنيه اللي هي 300 دي الاندايركت اندستريال اكسبنسز. تمام. في الجانب الدائن من الاوبريتنج اكاونت، الجانب الدائم من حساب التشغيل، بنلاقي مخزون اخر المدة من المواد الخام، وظهر هنا مخزون اخر المدة من المواد الخام طبعا لان احنا في ظل نظام الجرد الدوري. اما في ظل نظام الجرد المستمر طبعا مش هنلاقي يظهر عندنا مخزون اخر المدة من المواد الخام زي ما هنشوف دلوقتي في المحاضرة.
طبعا انا مش عايز برضو اتكلم عن الفرق بين الجرد الدوري والجرد المستمر دلوقتي، لان احنا هناخده بالتفصيل ان شاء الله باذن الله في محاضرة كاملة باذن الله ان شاء الله يعني. الانتاج تحت التشغيل اخر المدة كان ب 550 جنيه. ده البرودكشن ان اوبريشن at the end of the period. تمام يا جماعة. ممكن اتكلم بس في عجالة سريعة كده عن الفرق بين الجرد الدوري والجرد المستمر. في ظل الجرد الدوري ما بيظهرش عندنا مخزون اخر المدة. لازم المحاسب ينزل يشوف معاه طبعا لجنة مشكلة، طبعا بيبقى المحاسب هو العضو المالي في اللجنة، وطبعا معاه عضو قانوني وعضو فني، وطبعا زائد امين المخزن، وبيقوم بعد البضاعة المتواجدة في المخزن. ثم بيظهر بعد ذلك عملية تقييم المخزون. بنشوف بقى الحاجات اللي احنا عديناها دي كلها، بنشوف عملية تقييم المخزون. بنقيمها طبقا للسعر اللي احنا اشتريناها بيه، ام طبعا سعرها في السوق في الوقت الحالي، ايهما اقل. السعر الاقل بنشوف احنا اشتريناها بكام وسعرها في السوق بقى بكام دلوقتي، والسعر الاقل احنا طبعا بنقيم بيه هذا المخزون. وده طبعا يرجع الى مبدأ المحاسبة الشهير اللي هو مبدأ الحيطة والحذر، اللي احنا خدناه في محاضراتنا السابقة طبعا، اللي هو اسمه الكونسرفاتيزم، اللي هو مبدأ الحيطة والحذر. بعد كده بتيجي طبعا الفرق بقى بين التقييم وفرق بين التسعير. تقييم المخزون وتسعير المخزون، يعني النقاط كلها مرتبطة ببعضها. شوف اتنقلنا لحاجة تانية اهو. الحقيقة يا جماعة ان تسعير المخزون ده بيكون خلال العام المالي، اما تقييم المخزون فبيكون في نهاية العام المالي عند جرد المخزن، وطبعا الرغبة في تسعير هذا المخزون. اما في حالة بقى ظل الجرد المستمر، بيبقى المحاسب دائما عارف رصيد المخزون قد ايه وقيمته قد ايه، ومع ذلك طبعا لازم بيحصل عملية جرد برضو من نفس اللجنة، بتكون برضو في اخر نهاية العام. طبعا بينزل برضو زي ما قلت لحضراتكم المحاسب مع العضو القانوني في اللجنة المشكلة للجرد، والعضو الفني في اللجنة المشكلة زائد امين المخزن. لكن الجرد المستمر يا جماعة بيبقى دايما في اي وقت الراجل المحاسب قاعد عارف رصيد المخزون قد ايه في الدفاتر، وقد ايه في عند مراقبة المخزون، إدارة مراقبة المخزون. في اي وقت في السنة بيبقى عارف قد ايه رصيد المخزون وقيمته قد ايه، وبينزل يتأكد بنفسه من عمليات الجرد الفعلي. تمام يا جماعة. المعالجة المحاسبية في ظل نظام الجرد الدوري، عند شراء بضاعة بيكون من حساب المشتريات إلى حساب الموردين أو إلى حساب البنك، على حسب طبعا عملية الدفع أو كان نظام شراء آجل. أما في ظل نظام الجرد، طبعا في ظل تحت نظام الجرد المستمر، فعند شراء أي بضاعة جديدة بيكون من حساب المخزون إلى حساب المورد أو إلى حساب البنك. تمام يا جماعة. ما بيظهرش حساب المشتريات، ولكن بيظهر الحساب اللي يهمنا اللي هو حساب المخزون. حساب المخزون من حساب المخزون إلى حساب المورد أو حساب البنك، حسب عملية برضو الدفع، هل كان الدفع نقدي أو كان الدفع من البنك، أم كان الدفع آجل أو الشراء آجلا، فطبعا بيبقى إلى حساب المورد، من حساب المخزون إلى حساب المورد. ده كان مختصر بسيط كده عن الفرق بين الجرد الدوري والجرد المستمر، والفرق بين تقييم المخزون وتسعير المخزون. نرجع لموضوعنا بقى. الانتاج تحت التشغيل كان اخر المدة ب 550 جنيه. ال 550 دي اللي هي البرودكشن in operation at the end of the period. تمام يا جماعة. إعداد حساب التشغيل بنقوم بتجميع عناصر التكلفة اللي هي المواد المباشرة والأجور المباشرة والمصاريف الصناعية غير المباشرة. يعني بنجمع ال 4150 بتاعة الدايركت ماتيريال purchases
وال 1400 اللي هي الدايركت ويدجز، وال 300 اللي هي الاندايركت اندستريال اكسبنسز. ده بيعطينا مجموع ال 5850 ال 5850. ثم نقوم بطرح مخزون المواد الخام آخر المدة والإنتاج تحت التشغيل آخر المدة، وبالتالي بنحصل على قيمة الإنتاج التام خلال السنة. بيكون قدره، ده المتمم بيكون قدره 2750 2750. وهذا الرقم ينتقل إلى حساب المتاجرة، يتم ترحيل هذا الرقم إلى حساب المتاجرة. يبقى الرقم ده بيحصل له بوستنج تو ذا تريدنج اكاونت. نعمل بوستنج للكومبليت برودكشن during ذا يير، اللي هو الانتاج التام خلال العام، اللي هو كان المتمم للاوبريتنج اكاونت او لحساب التشغيل. نعمل له بوستنج، ترحيل، عملية ترحيل تو ذا تريدنج اكاونت الى حساب المتاجرة. بعد كده هو اعداد حساب المتاجرة بقى، ازاي نقدر نعمل بريبيرنج للتريدنج اكاونت. في حساب المتاجرة لدينا تكلفة لحظة واحدة هكبر لحضراتكم الصورة بس يا جماعة، عايز اظبطها لحضراتكم عشان تبقى واضحة. لحظة واحدة حضرتك خليك معايا كده، انا بظبط لك الصورة بس. يا جماعة قدام حضراتكم اهو اعداد حساب المتاجرة اللي هو التريدنج اكاونت. في حساب المتاجرة بيكون لدينا تكلفة الانتاج التام اول المدة. هنا عشان دي السنة الاولى فبتكون تكلفة الانتاج التام في اول المدة مساوية للصفر. ما عندناش انتاج تام اول المدة لان احنا نعتبر ان دي الفيرست يير اللي هي السنة الاولى. تكلفة الانتاج التام خلال السنة دي اللي هي اتعمل لها بوستنج من الاوبريتنج اكاونت كانت ب 2750 2750. ده الكومبليت برودكشن during the period. بعد كده بنيجي نشوف تكلفة الانتاج التام اخر المدة كان بمبلغ 750 جنيه. ده الحقيقة يا جماعة بيتحط في الجانب المدين بالنيجاتيف او بالسالب، وممكن نحطه بالموجب ولكن في الكريدت سايد او في الجانب الدائن. ولكن احنا تعودنا ان دايما بيكون هنا في اللي هو في التريدنج اكاونت بيكون على الشمال اللي هو الكوست اوف سيلز. والكوست اوف سيلز زي ما قلت لحضراتكم في الاندستريال فاسيلتيز بيكون عبارة عن الكوست اوف كومبليت برودكشن at the beginning of the period plus the cost of complete production during the period plus the cost of complete production at the end of the period. يعني تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة الإنتاج، لأن احنا بنتكلم على المنشآت الصناعية، بتساوي الإنتاج التام خلال أو في بداية الفترة زائد الإنتاج التام خلال العام، طبعا مطروحا منه طبعا أو نطرح منها تكلفة الإنتاج التام في نهاية الفترة. ده بيدينا تكلفة الإنتاج التام طبعا في المنشآت الصناعية. وتعودنا نحط المبيعات في الجانب اليمين للتريدنج اكاونت. طبعا ده بالانجلش، لكن بالعربي بيكون معكوس. طبعا حساب المتاجرة بنحط في اليمين طبعا تكلفة الانتاج، وبيكون في الشمال المبيعات. حضرتك طبعا لو حطيت قلت لحضرتك تكلفة الانتاج التام في الجانب المدين بتطرح اللي هو مخزون طبعا او تكلفة الانتاج التام في نهاية الفترة. تطرح تكلفة الانتاج التام في نهاية الفترة لو اتحط في الجانب المدين او الديبت سايد. اما لو حطيته في الكريدت سايد دي حاجة ترجع لحضرتك، طبعا بتحطه بالموجب طبعا في الكريدت سايد. لكن احنا عشان نجيب تكلفة الانتاج بنحط المعادلة كاملة، حاطينه هنا كله في الجانب المدين اللي هو الديبت سايد، ولذلك حطينا تكلفة الانتاج التام اخر الفترة بالسالب بمبلغ 750 جنيه. تمام. وطبعا تكلفة الانتاج التام في نهاية الفترة بيتم الحصول عليه من إدارة التكاليف او من خلال الجرد الفعلي للمخازن.
طبعا أما المبيعات فتبلغ 3000 جنيه. طبعا اللي هي السيلز كانت ب3000. ده طبعا هيدينا مجمل الربح اللي هو 3000 ناقص 2750 ناقص 750، هيطلع مجمل الربح بيساوي 1000 جنيه. يبقى خدنا 3000 ماينس 2750 بتاعة الكومبليت برودكشن during the period، 750 اللي هي الكوست اوف complete production at the end of the period. احنا عملنا طرح طبعا للأول 2750، طرحنا منها 750، ده هيدينا 2000. بيبقى عملنا الأول الجانب الديبت سايد، طرحنا 2750، طرحنا منها الكوست اوف كومبليت برودكشن at the end of the period اللي هي ب750، ده هيدينا 2000. يبقى 3000 ماينس 2000، ده هيدينا الجروس بروفيت اللي هو هيكون ب1000 جنيه. مجمل الربح بيكون مساويا لمبلغ 1000 جنيه. تمام يا جماعة؟ هيتم ترحيل طبعا الجروس بروفيت للبروفيت اند لوس اكاونت، هيتعمل له بوستنج للجروس بروفيت، ده يتعمل له بوستنج للبروفيت اند لوس اكاونت، يتم ترحيل 1000 جنيه مجمل الربح إلى حساب الأرباح والخسائر. نيجي بقى نشوف حساب الأرباح والخسائر كده، البروفيت اند لوس اكاونت. بناخذ مجمل الربح من حساب المتاجرة اللي هو الجروس بروفيت زي ما قلت لحضراتكم، ونعمل له بوستنج إلى البروفيت اند لوس اكاونت. تمام، اللي هي قيمتها 1000 جنيه أو 1000. ثم نخصم المصروفات الإدارية والعمومية. بيتم خصم المصروفات الإدارية والعمومية اللي هي الجنرال and administrative expenses اللي هي قيمتها 500، بيتم خصمها طبعا. بيدينا طبعا اللي هي النت بروفيت. بقى هنا بنوصل في الآخر إذا إلى صافي الربح اللي هو النت بروفيت، اللي احنا بنعمل طبعا 1000 ماينس 500، ده بيعطينا ناتج صافي الربح اللي هو بيكون قيمته 500 جنيه ايضا. تمام يا جماعه، عملنا بوستنج للجروس بروفيت للبروفيت اند لوس اكاونت، فطبعا تم ترحيله الى الجانب الدائن الكريدت سايد بتاع البروفيت اند لوس اكاونت اهي 1000. طبعا ويتم الترصيد في الجانبين، الجانب الدائن والجانب المدين. بنحط بقى الجنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز في الديبت سايد، كانت قيمتها 500. بيتم طرح 1000 ماينس 500 بتاعت الجنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز لنحصل على صافي الربح في النهاية أو النت بروفيت اللي هو بيبقى كانت قيمته بتكون قيمته 500 في مثالنا الحالي. المثال اللي أمامنا ده أظهر الناتج بتاع النت بروفيت ب500. تمام يا جماعة. الآن هننتقل إلى السنة الثانية في المثال السابق في ظل الجرد الدوري. لاحظ معايا، لاحظوا جيدا يا جماعة ان مخزون المواد الخام اخر السنة الاولى اصبح اول السنة الثانية. لو تفتكر الاول في المثال كان الرو ماتيريال انفنتوري فور ذا فيرست بيريود ايكوال 0. في السنة الاولى كانش عندنا طبعا مخزون في رصيد مخزون في بداية الفترة، لكن شوف حضرتك هنا رصيد المخزون من المواد الخام في بداية الفترة كان ب2550 اللي هو كان قيمة المخزون الخامات في نهاية الفترة في السنة الأولى. لاحظ معايا كويس يا جماعة، لاحظ معايا لو تلاحظ كده معايا كويس جدا أهو. شوف معايا 2550 ده الرو ماتيريال انفنتوري فور ذا فيرست بيريود أهو يا جماعة. ده جه منين؟ ده كان قيمة مخزون الخامات في آخر المدة للسنة الأولى أو 2550. ده ال end of term of raw material inventory.
ده كان في السنة الأولى يعتبر مخزون آخر المدة للسنة الأولى. تم ترحيله طبعا، أصبح طبعا مخزون بداية الفترة في السنة الثانية. اهو ال 2550 دي الرو ماتيريال انفنتوري فور ذا فيرست بيريود، أصبحت هي طبعا رصيد مخزون الخامات في بداية الفترة للعام الثاني. الإنتاج تحت التشغيل آخر السنة الأولى أصبح أول السنة الثانية. كذلك الحال بالنسبة للبرودكشن in operation for the first period. الإنتاج تحت التشغيل لبداية الفترة هنا 550 جنيه. برضو بالنسبة للسنة الثانية ده كان مخزون الإنتاج تحت التشغيل لبداية الفترة اللي هو جاه من السنة الأولى، كان مخزون آخر المدة للسنة الأولى. أهو هنا أهو ال 550 اللي هو البرودكشن in operation at the end of the period. ده كان طبعا مخزون آخر المدة للإنتاج تحت التشغيل للسنة الأولى، أصبح مخزون بداية الفترة من الإنتاج تحت التشغيل للسنة الثانية. أهو ال 550 أصبحت البرودكشن in operation for the first period، مخزون الإنتاج تحت التشغيل في بداية الفترة للعام المالي الثاني. تمام يا جماعة؟ يعني مخزون آخر الفترة من إنتاج تحت التشغيل للسنة الأولى أصبح طبعا هو بداية الرصيد اللي هنبدأ بيه أو نفتتح بيه العام الثاني. مخزون الإنتاج التام آخر السنة الأولى أصبح برضو هو أول السنة الثانية. يبقى هي قاعدة مهمة جدا إن رصيد آخر المدة لأي سنة بيساوي رصيد أول المدة للسنة التالية. تمام يا جماعة؟ بنيجي نشوف بيانات السنة التانية. لدينا مواد خام أول المدة طبعا ب2550. إنتاج تحت التشغيل أول المدة ب550. مشتريات مواد ب4000 جنيه. أجور مباشرة ب2000 جنيه. مصروفات صناعية غير مباشرة ب1500 جنيه. وفي نهاية السنة مواد خام آخر المدة ب3000 جنيه، وإنتاج تحت التشغيل آخر المدة طبعا ب600 جنيه. يبقى ال 2550 ده الرو ماتيريال انفنتوري فور ذا فيرست بيريود، وال 550 ده البرودكشن ان اوبريشن فور ذا فيرست بيريود، وال 4000 جنيه الدايركت ماتيريال بيرشيزز، ال 2000 دي الدايركت ويجز، ال 1500 الاندايركت اندستريال اكسبنسز. عندنا في الكريدت سايد بيكون ال 3000 ده الاند اوف بيريود رو ماتيريالز انفنتوري، ال 600 البرودكشن ان اوبريشن at the end of the period. وبذلك بتكون تكلفة الانتاج التام طبعا بالرصد بيبقى في الديبت سايد 10600 وفي الكريدت سايد 10600. بيتم طرح ال 10600 اللي في الديبت سايد ماينس ال 3000 وماينس ال 600، ده بيدينا في الاخر ال 7000 متمم اللي هي بتكون ال complete production during the year. 7000 complete production during the year. وبذلك بتكون تكلفة الإنتاج التام خلال العام المالي بتساوي 7000 جنيه، مساوية ل7000 جنيه في المثال الذي أمامنا. تمام يا جماعة؟ حساب المتاجرة. نيجي بقى لحساب المتاجرة في السنة التانية trading account. مخزون الإنتاج التام أول المدة كان ب750 جنيه، واللي هو 750 ده اللي هو ال cost of complete production at the beginning of the period. وعندنا ال 7000 اللي هي ال complete production during the period طبعا اللي هي 7000 جنيه، ده الإنتاج التام خلال السنة. ويتم طرح طبعا من الديبت سايد أو الجانب المدين
ال 3000 اللي هي ال complete production at the end of the period. ده اللي هو طبعا 3000 جنيه اللي هي مخزون الإنتاج التام آخر المدة. ومن هنا بنحصل على تكلفة الإنتاج. نيجي نشوف في الكريدت سايد أو الجانب الدائن، السيلز بتكون ب 6000. المبيعات بيكون طبعا قيمتها كان 6000 جنيه. يتم ترصيد جانبين حساب المتاجرة، الديبت سايد والكريدت سايد. ده منه طبعا بنحصل على مجمل الربح اللي هو طبعا ال 6000 ماينس ال 700 ماينس اللي طبعا براكت، تفتح براكت كبير كده وبيتم طرح ال 7000 ماينس ال 3000. ده بيدينا ال 4000. يبقى ال 4000 وال 750 بيتم جمعهم وطرحهم من ال 6000. يبقى 6000 ماينس ال 4750 ده هيدينا 1250 اللي هي الجروس بروفيت أو قيمة مجمل الربح. وبكده نكون جبنا قيمة مجمل الربح مساوية لمبلغ 1250 جنيه. نيجي نشوف يا جماعة دلوقتي الجرد. طبعا المثال بتاعنا في ظل الجرد المستمر. في حالة بقى الجرد المستمر in the case of the continuous inventory، في حالة الجرد المستمر. هنا بقى برضو عايز اقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا، ان في ظل الجرد الدوري بنعتمد على المعادلة الآتية: مخزون المواد أول المدة، طبعا المشتريات ناقص مخزون المواد آخر المدة. تمام، يبقى مخزون المواد أول المدة اللي هي المشتريات ناقص مخزون المواد آخر المدة. ده يبقى أول حاجة في ظل الجرد الدوري بتكون المعادلة عبارة عن مخزون أول المدة زائد المشتريات ناقص مخزون المواد آخر المدة. الأجور المباشرة. تمام يا جماعة، ده بيدينا التكلفة الأولية اللي هي اسمها البرايمري كوست زي ما خدناها قبل كده في المحاضرة السابقة. بنضيف عليه المصروفات الصناعية غير المباشرة، وبعدين الإنتاج تحت التشغيل أول المدة، وبنطرح الإنتاج تحت التشغيل آخر المدة. وبكده بنحصل على الإنتاج التام خلال العام. في ظل طبعا زي ما شفنا في المثال اللي فات ده، وانا هدي لحضرتك القاعده دي هتيجي على الشاشه قدامك دلوقتي في نهايه المحاضره. هبين لك طبعا شكل الحساب التشغيل تحت نظام الجرد الدوري وتحت نظام الجرد المستمر. في القاعده في نظام الجرد المستمر بنعتمدش على المشتريات طبعا، وانما بنعتمد على المخزون. تمام يا جماعه، اللي هي المواد المباشرة المنصرفة للإنتاج. المواد المباشرة المنصرفة للإنتاج، يبقى المواد المباشرة المنصرفة للإنتاج وبنحط عليها على طول الأجور المباشرة. ده بيدينا البرايمري كوست أو التكلفة الأولية. وبرضو زي ما عملنا في الجرد الدوري بنضيف بعد كده المصاريف الصناعية غير المباشرة والإنتاج تحت التشغيل أول المدة، ونطرح الإنتاج تحت التشغيل آخر المدة. وطبعا بالتالي بنحصل على المتمم بتاع حساب التشغيل اللي هو بيكون الانتاج التام خلال السنة. تمام يا جماعة، احنا عندنا هنا مثلا اهو في المثال بتاعنا في ظل الكونتينوس انفنتوري عندنا ال 1600 دي الدايركت ماتيريالز، وال 1400 دي الدايركت ويدجز الأجور المباشرة، وعندنا 300 الاندايركت اندستريال اكسبنسز اللي هي المصروفات الصناعية غير المباشرة. ده بيدينا إجمالي في الديبت سايد 3300. أما في الكريدت سايد عندنا البرودكشن أندر أوبريشن كان ب 550. نقدر نعمل 3300 ماينس ال 550 ونحصل على complete production during the year اللي هو المتمم الإنتاج التام خلال العام اللي هو أعطانا 2750 اللي هو 2750. تمام، يتم ترحيل الإنتاج التام خلال العام إلى حساب المتاجرة.
طبعا في السنة الأولى هيكون الإنتاج التام في بداية الفترة مفيش، يبقى زيرو. ده ال cost of complete production at the beginning of the period. وعندنا ال 2750 الكوست بتاعت ال complete production during the year. 2750 دي تكلفة الإنتاج التام خلال العام، نطرح منها تكلفة الإنتاج التام في نهاية الفترة. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم تكلفة الإنتاج التام في نهاية الفترة بيتم عن طريق الجرد الفعلي أو من إدارة التكاليف. بنيجي بعد كده نرصد الجانب ونحط المبيعات طبعا في الجانب الدائن. المبيعات زي ما احنا عارفين قيمتها طبعا هي 3000 جنيه. نرصد الجانبين، بنرصد الجانب الدائن الأول اللي هو الأكبر، المبيعات طبعا بتدينا 3000 جنيه، بنطرح منها 2000 جنيه. ازاي جت 2000 جنيه؟ عملنا 2750 اللي في الديبت سايد ماينس 750 اللي هي قيمة cost of complete production at the end of the period. تمام يا جماعة؟ تكلفة الإنتاج التام في نهاية الفترة. يبقى 3000 minus 2000 أعطانا ال 1000 اللي هو ال gross profit، حصلنا منه على مجمل الربح. نيجي بقى نشوف هيحصل ايه في السنة الثانية. هنلاقي بقى الأرصدة اللي كانت في نهاية الفترة في السنة الأولى أصبحت هي الأرصدة الافتتاحية في السنة الثانية. في الأوبريتنج أكاونت هنحط 550، ده البرودكشن in operation for the first period، بعد ما كانت هي طبعا رصيد الإنتاج التام في نهاية الفترة، أصبحت في السنة الثانية هي رصيد الإنتاج تحت التشغيل في بداية الفترة. يعني هي كانت الرصيد بتاع الإنتاج تحت التشغيل في نهاية الفترة في السنة الأولى ب550 جنيه، أصبحت هي رصيد الافتتاحي للسنة الثانية ب550 جنيه للإنتاج تحت التشغيل، 550 جنيه production in operation for the first period in the second year. عندنا نحط عليه بقى طبعا بنحط على طول ال 3550 الدايركت ماتيريالز، وبنحط ال 2000 اللي هي الدايركت ويدجز، وبنحط طبعا ال 1500 الاندايركت اندستريال اكسبنسز. ده طبعا بيتم تجمعهم جميعا في الديبت سايد، يتم الترصيد، بنحصل على 7600 ده الإجمالي بتاع الديبت سايد. نيجي نشوف الكريدت سايد، بنحط البرودكشن ان اوبريشن at the end of the period كان ب 60,000، بيتم طرح ال 7600 minus ال 6000 بيعطينا في الآخر 1600، ده الكومبليت برودكشن during the year، الإنتاج التام خلال العام. يتم ترحيل الإنتاج التام خلال العام اللي هي 1600 للتريدنج أكاونت لحساب المتاجرة. طبعا بنحط برضو كالعادة الإنتاج التام في بداية الفترة اللي هو 750، ده الكوست of complete production at the beginning of the period. وتكلفة الإنتاج التام خلال العام اللي هي طبعا كانت ب 1600. طبعا الكوست اوف كومبليت برودكشن during the year، وبنطرح تكلفة الإنتاج التام في نهاية السنة اللي احنا بنحصل عليها من إدارة التكاليف أو من الجرد الفعلي اللي هي 1250 اللي هو الكوست اوف كومبليت برودكشن at the end of the period. في الجانب الدائن للتريدنج اكاونت طبعا معروف اللي هي السيلز، وكانت قيمتها 6000. ال 6000 ماينس طبعا ماينس مجموع ال 700 بلس ال 1600 مطروحا منها ال 1250، ده هيعطينا كام؟ هيعطينا ال 4900، ده اللي هو مجمل الربح اللي هو الجروس بروفيت. تمام يا جماعة؟ نيجي نشوف بقى ماتيريال اوردرز سيستم. نيجي نشوف الماتيريال اوردرز سيستم يعني معناه قيود نظام اوامر المواد. الماتيريالز اوردرز سيستم اللي هو قيود نظام اوامر المواد. بعتذر لحضراتكم على الاشعارات اللي ظهرت خلال المحاضرة يعني. طبعا القيود نظام اوامر المواد او الماتيريال اوردرز سيستم، نظام قيود او قيود نظام اوامر المواد، قيود نظام اوامر المواد materials orders system. الحقيقة يا جماعة طبعا عند شراء المواد الخام
طبعا بيكون from raw materials inventory في الديبت سايد، لان طبعا دخلت خامات للمخزن. وطبعا السبلايرز اللي هم الموردين بتبعتهم كريدت، وبالتالي ده شراء آجل، فهيبقى تو سبلايرز في الكريدت سايد من حساب المخزون المواد الخام إلى حساب الموردين. طب عند الصرف يا جماعة، ده كده اللي فات ده عند شراء المواد الخام. طب عند صرف المواد الخام لكي تدخل في عملية الإنتاج، يبقى عند صرف المواد للإنتاج بنقول from expenses of raw material من حساب مصروفات المواد الخام في الديبت سايد to raw materials inventory إلى حساب مخزن المواد الخام، مخزون المواد الخام. طبعا المخزون نقص، وبالتالي تحول من الديبت سايد إلى الكريدت سايد بقيمة ما تم صرفه من المواد الخام. يبقى الكريدت الثاني عند صرف المواد للإنتاج بنقول من حساب مصروف أو مراقبة تكاليف الإنتاج أو مصروف المواد الخام إلى حساب مخزون المواد الخام. تمام يا جماعة؟ عايز بقى أوري لحضراتكم القاعدة في ظل طبعا بتاعت الأوبريتنج أكاونت في ظل البريودك انفنتوري اللي هو الجرد الدوري. ادي اهي القاعده يا جماعه، ادي اهو الشكل بتاع الاوبريتنج اكاونت في البريودك انفنتوري. ادي الشكل بتاع الاوبريتنج اكاونت في ظل الجرد الدوري. ادي اول حاجه اهو يا جماعه اللي انا قلتها لكم قبل كده بالشفويا، اهو جبتها لكم اهو يا جماعه، جبتها لكم مكتوبه قدامكم على الشاشه اهي. ده شكل حساب التشغيل في تحت نظام الجرد الدوري، شكل حساب التشغيل تحت نظام الجرد الدوري. الجرد الدوري يعتمد على المشتريات. البريودك انفنتوري depends on the purchases. اما الكونتينوس انفنتوري depends on ايه؟ depends on الانفنتوري اللي هي المواد المنصرفة فعليا للإنتاج. يبقى الجرد الدوري بيعتمد على المشتريات، أما الجرد المستمر يعتمد على المواد المنصرفة فعليا للإنتاج. وده من أهم النقاط اللي بين المخزون أو الجرد الدوري والجرد المستمر. تمام يا جماعة؟ يعني أرجو إن حضرتك تشوف القاعدة كده وتشوف شكل الأوبريتنج أكاونت طبعا في ظل البريودك انفنتوري اللي هو الجرد الدوري، حساب التشغيل في ظل الجرد الدوري، عشان هوريك دلوقتي ازاي برضه الاوبريتنج اكاونت ولكن في الكونتينوس انفنتوري. هنا طبعا في الاوبريتنج اكاونت ان ذا كيس اوف بيريودك انفنتوري، حساب التشغيل في ظل الجرد الدوري، بيبقى ده اهم حاجه بقى هتشوفها، هي دي اللي هتفرق بين البيريودك انفنتوري والاوبريتنج اكاونت في ظل الكونتينوس انفنتوري. ان بتلاقي هنا بقى في الانفنتوري اوف رو ماتيريالز فور ذا beginning بيريود، بتلاقي مخزون الخامات في بدايه الفتره، مخزون الخامات في بدايه الفتره، مخزون الخامات في بداية الفترة. الانفنتوري for raw materials for the beginning period plus البرشيزز زائد المشتريات ناقص أو مطروحا منه أو subtracting from it الانفنتوري of raw materials from the ending period، مطروحا منه مخزون المواد الخام في نهاية الفترة. يبقى ده اللي بيفرق الاوبريتنج اكاونت في ظل البريودك انفنتوري والاوبريتنج اكاونت ان ذا كيس اوف ذا كونتينوس انفنتوري. مش هنلاقي الكلام ده يا جماعه في اول 3 سطور دول، مش هنلاقيهم في الكونتينوس انفنتوري، هنلاقي على طول مكتوب الدايركت ماتيريال، المواد المباشره على طول. اما في البريودك انفنتوري موجود عندنا الانفنتوري اوف رو ماتيريالز فور ذا beginning بيريود، مخزون المواد الخام في بداية الفترة، والمشتريات اللي جت عليه كمان. احنا كان عندنا مخزون مواد خام اصلا بدأنا بيها السنة، اشترينا عليه مشتريات، طرحنا منه المواد الخام في نهاية الفترة، مخزون المواد الخام في بداية الفترة. تمام يا جماعة؟ ده كده بيدينا اول حاجة بنضيف عليه بقى الدايركت ويدجز اللي هي الأجور المباشرة لنحصل على التكلفة الأولية اللي هي البرايمري كوست.
يبقى ال inventory of raw materials for the beginning period plus ال purchases minus ال inventory of raw materials for the ending period plus ال direct wages. ده بيدينا منين؟ بيدينا ال primary cost أو التكلفة الأولية. primary cost أو التكلفة الأولية. الجزء التحتاني ده مشترك بين الاوبريتنج اكونت في ظل البريودك انفنتوري وفي ظل طبعا الكونتينوس انفنتوري. بنضيف بقى عادي خالص الاندايركت اندستريال اكسبنسز، المصروفات الصناعيه غير المباشره، وبنضيف البرودكشن اندر اوبريشن فور ذا فيرست بيريود اللي هو الانتاج تحت التشغيل لبدايه الفتره، وبنطرح الانتاج تحت التشغيل في نهايه الفتره ناقص البرودكشن اندر اوبريشن at the end of the period لنحصل على الكومبليت برودكشن during the year. في النهاية ده بيعطينا الانتاج التام خلال العام، وده اللي بيطرحها للتريدنج اكاونت. ده بيكون المتمم بتاع حساب التشغيل اللي هو الانتاج التام خلال العام، الكومبليت برودكشن during the year. نيجي نشوف بقى يا جماعة الاوبريشن او الاوبريتنج اكاونت in the case of a continuous inventory. Now second, the operating account in the case of the continuous inventory. شايف يا جماعة بقى هنا، شايف هنا حطينا الدايركت ماتيريالز in operation. يبقى الدايركت ماتيريال على طول بنضيف عليها الدايركت ويدجز، ده في الكونتينوس انفنتوري بيدينا البرايمري كوست. وبعدين الجزء الاخراني ده مشترك بين النظامين، بنحط بقى الاندايركت اندستريال اكسبنسز، المصروفات الصناعيه غير المباشره، وطبعا الانتاج تحت التشغيل في بدايه الفتره، ونطرح منه الانتاج تحت التشغيل في نهايه الفتره. production under operation for the first period minus production in progress أو under operation at the end of the period. وفي الآخر طبعا ده بيدينا محصلتهم بتكون هي محصلة ال operating account اللي هو المتمم بتاع حساب التشغيل اللي هو ال complete production during the year. بيكون متمم حساب التشغيل اللي هو الانتاج التام خلال العام اللي بنرحله لحساب المتاجر. شايف يا جماعه الكونتينوس الجزء الفوقاني ده، ركز كويس، الجزء الفوقاني ده للكونتينوس انفنتوري operating account in the case of the in the continuous inventory. وشوف هنا في ظل الجرد الدوري الجزء التحتاني مشترك في الاثنين زي بعض، ما بيتغيرش من الكونتينوس عن البريودك، ولكن الجزء الفوقاني بص كان في البريودك شكله ايه يا جماعه؟ كان المخزون المواد الخام في بدايه الفتره زائد المشتريات ناقص مخزون الخامات في نهايه الفتره. هو ده اللي بيميز حساب التشغيل في ظل الجرد الدوري عن حساب التشغيل في ظل الجرد المستمر. وطبعا اهم حساب في المنشآت او المحاسبه في المنشآت الصناعيه هو حساب التشغيل. بكده يا جماعه بنكون انتهينا من موضوع المحاسبه في المنشآت الصناعيه. ارجو ان يعني المحاضرات تكون فادت حضراتكم وغطت طبعا تغطيه وافره وتغطيه كافيه لهذا الموضوع. يعني لو في اي استفسار او اي اسئله طبعا تحت امر حضراتكم على رقم الواتساب. طبعا حضرتك ابعت لي وانا ببقى سعيد جدا لما بتلقى اسئله حضراتكم. تمام يا جماعه، انا القاكم في موضوع جديد من موضوعات علوم المحاسبه، والقاكم في المحاضره القادمه باذن الله. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.